السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرون حين يسمعون كلمة التحرر يتخيلون فورا انفصالا جسديا، طلاقا، قطيعة، هدم بيت. لكن القرآن لا يبدأ بالجسد بل يبدأ بالقلب. الانفصال الحقيقي ليس أن تترك مكانا بل أن تفك قيدا. قد تبقى في نفس العلاقة في نفس البيت، لكنك تتحرر داخليا من التعلق القائم على الخوف والولاء الشركي الذي يقدم رضا الناس على رضا الله عز وجل، والخضوع المذل الذي يسمى صبرا وهو ليس منه. هذا هو المقصود أولا، الانفصال عن كل عبودية لغير الله. ولهذا قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيمان بالقلب لكن مع ولاءات أخرى تحكم القرار. هنا يخبرنا الله عز وجل هناك إيمان بالله صح، لكن مع ولاءات أخرى تحكم القرار. وحين يتحرر القلب ويعاد الاتصال بالله أولا تتغير العلاقة تلقائيا، إما تصلح على نور وإما يتغير شكلها بقدر لا بفتنة. الخطر ليس أن ينفصل الناس جسديا بل أن يبقوا متصلين وهم منفصلون عن الله، وحتى منفصلين عن الجسد هم منفصلين بولاء وبعهد خفي أو بظل الطرف المؤذي. التوحيد لا يقول لك اترك ولا يقول لك ابقى، التوحيد يقول لك تحرر أولا ثم قرر. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا أردت أن تفهم أكثر وتتعمق في هذا الموضوع أكثر، فاضغط على رابط الفيديو أسفل هذا الشرط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.